سددت الدين اللي عليك، دفعت الفلوس اللي عليك، مسدد كل الديون اللي عليا. طب وديونك المعنويه سددتها؟ يعني ايه ديون المعنويه؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل. اصدقائي الاعزاء، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من البلوجر. النهارده هتكلم عن سداد الديون المعنويه. الديون نوعين: نوع مالي او نوع مادي، ودين معنوي. النوع المادي ان انا اكون واخد فلوس من حد، او انا مستلف فلوس من حد، او انا ناصب على حد في فلوس، او انا سارق حد. ده سهل ان هو يتسدد في الدنيا. حتى لو انت ما سددتوش، الورثه بتوعك ممكن قبل ما يدفنوك يروحوا يسالوا انك انت عليك فلوس لحد ولا لا. وده بيحصل في معظم البلاد في مصر. لكن الدين المعنوي مين هيسدده عنك؟ يعني ايه الدين المعنوي؟ انك انت تكون ظلمت حد، انك انت تكون عاملت حد بكبرياء، انك انت تكون عاملت حد بشيء من العظمه والدنيويه، ان هو اقل منك شويه. ده دين معنوي، انك انت تتعامل مع الانسان اللي قدامك وتعايره بحاجه. مثلا واحد متجوز واحده سبق ليها الزواج قبل كده، كل شويه ينقرضها: ده اصله ما استحملكيش، ده اصله ما قدرش عليكي قوي، اصلك انت صعب شويه، اصلك انت مش عارف فيك عيب ايه. كل شويه بيسمعها كلمتين، حتى ولو بهزار، لكن هو قاصد ان هو يوصل لها رساله معينه تحرق دمها. ده دين معنوي. ده انت ضايقتها، ممكن هي ما تبينلكش ان هي اتضايقت، او ما تردش عليك، او تعمل نفسها ان هي مش واخده بالها، او انها ما زعلتش، لكن هي من جواها اتجرحت. هي من جواها قلبها ما بقاش صافي من ناحيتك. ممكن تشتكيك لربنا، محدش هيسدد الدين ده عنك. لازم انت اللي تسدد الدين ده، بانك انت بتعتذر لها، بتعاملها كويس، ما بتقولهاش كده كده تاني، بتسترضيها. واحد مثلا ماشي بالعربيه بتاعته في الشارع، لقى واحد كبير ماشي بالراحه قصاده، افضل انا بقى كلاكسات: يلا يا عم، يلا يا عم، يلا يا جدو. تفضل انت تقول له كلام ينكد عليه ويضايقه. ده دين معنوي، لازم انك انت تسدده قبل ما تموت، لان محدش يعرف انت عملت ايه. وانت نفسك بعد شويه هتنسى الدين ده، فهتسدده ازاي؟ لكن ده مش معناه ان الدين ده عدى. لا، الدين ده موجود في ايامك، يا اما ربنا هيرده لك. فخلي بالك اننا لازم نسدد ديوننا المعنويه. لما تروح تقف وتشتري حاجه ويكون في زحمه، وتلاقي طفل صغير واقف بس هو واقف قبليك، او راجل كبير واقف بس مكسوف يتكلم، تقوم انت تقوم داخل تقوم مشتري قبل الطفل ده او قبل الراجل الكبير، معتمد ان الطفل الصغير ده مش يقدر ان هو يدافع عن نفسه، او يقول ان هو جاي قبلك، او الراجل الكبير ده هيتكسف ان هو يقول لك ان هو جاي قبلك وانك انت لازم تستناه. ده دين معنوي، لان الطفل الصغير ده حس انك انت ضحكت عليه، والراجل الكبير ده حس انك انت ظلمته. لازم تسترضي الناس دي، لازم نسدد الديون المعنويه، او ما نعملهاش خالص. انت ليه تعمل خطأ ما تعرفش تدفع ثمنه بعد كده؟ ليه تعمل مشكلة ما تعرفش تصالح اللي انت عملت معاه المشكلة دي بعد كده؟ مهم جدا اننا نسدد ديوننا المعنوية. كان معاكم خالد شهاب.